شارع شرورة، وهل استوطنوها الجن؟ أحداث اليوم في قصتنا جدا غريبة وجدا غامضة وما لها أي تفسير. فهذه قصتنا اليوم. في السالفة إلي قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك متابعة وبسم الله. في بداية قصتنا صارت في عام 1427 للهجرة في شهر شعبان يوم 7 أو شعبان صح. فقصتنا اليوم تتكلم عن شخص يدعى، خلنا نسميه أبو المستطبل. أبو المستطبل، أيوة اسم كذا معقد أنا جوي كذا. فأبو المستطبل هذا كان ماشي من منطقة اسمها، بحط لكم اسمها والله إني عجزت أنطقها، صبية ولا ما أدري صبايا أي اسم ما على خير شكرا. أنا بقول اسم صبايا يعني ما بالله هو صراحة مو صدق. فالرجل هذا راح المنطقة شرورة توظف، فهو طريقه هو خلاص بيسكن في شرورة ويعيش حياته على ما يقولون، ولكنه بيزور منطقة اللي هي المعروفة أو صبايا بينهم 8 ساعات تقريبا. فهو كان رايح على موتر كراسيدا يعني أو كراسيدا، أنا ما أشبه أول مرة أتكلم بلهجة السعوديين من هذا القبيل، أبى أتقمص الشخصية. يقول صاحب القصة في يوم من الأيام، كان في يوم من الأيام رايح يعطينا تاريخ، فراح النجران عشان يرتاح، وكان في كراسيته أو كراسيتي أنا كان فيها خرق أو فيها مشكلة، وهي إنها إذا احترت طفت علي. وأنا رايح النجران أبي أرتاح، واليوم الثاني أروح الشرورة لأن بينهم مسافة طويلة، وأنا رايح العصر يعني فما راح أوصل النجران إلا الساعة 2 الليل. يقول صاحب القصة وبالفعل وصلت إلى نجران الساعة 2 في الليل. يقول قعدت استراحة زينة لي علشان أروح اليوم الثاني وأروح الشرورة وأروح الدوام الجديد إن شاء الله. وبالفعل وصل خوينا النجران بالسلامة الساعة 2 في الليل. فقعد في نجران نص يوم تقريبا وراح وكمل الطريقة شرورة، وما كان يدري خوينا ما راح ينسى هذا اليوم في حياته لأنه رجع. أنا بقول إنها بتكون آخر رحلة بس إنها رجع، أنا أحرقت عليك أنا داري بس خلونا نكمل القصة. يقول راح من نجران إلى منطقة شرورة، طبعا بينها طريق والطريق هذا مظلم، والسالفة هذه قديمة يعني ما في جوجل ماب وما أدري وش ومحمد الشمالي هذا يقول إنه شاعر، واحد من أخوي يقول لي إياه. فما عليكم السالفة، كنا لازم نحمل الخريطة أو إني يعلمنا واحد الوصف الدقيق علشان نوصل. الرجال كان ماسك خريطة وكان ماشي بكراسيته ذي، أبى أحط لكم صورتها أو إني حطيت صورتها أصلا. وهو ماشي حل الظلام عليه وطغى الليل على المكان. يقول من كثرة الظلام اللي في الطريق ما صرت أشوف يدي، تخيل يدي ما عاد صرت أشوفها. يقول وأنا ماشي في طريقي في أمان الله إلا وأشوف ذا الرجال اللي ماشي مسيكين، حقت إنه رايح لمكان قلت خلني أوصله. يقول أبو المستقبل هذا الشخص الغريب، ما أدري هو شخص غريب ولا، فيقول إني وقفت له وقلت له حياك وين تبي تروح؟ قال في محطة أنا قريب بس نزلني عندها وأقول لك شاكر. وبالفعل أبو المستقبل يمشي شوي ويشوف محطة مهجورة، قال خوينا بس يا شيخنا وقفني هنا وأشكرك يعني شكرا لك جزيلا وكم تبي؟ قال لا خوينا أبو المستقبل لا ما أقول لك شيء، يعني أنا جاي أوصلك عمل خيري أو عمل إنساني. قال خوينا السلام عليكم، نزل من الموت اختفى. قال خوينا أبو المستقبل يعني ما شاف الرجال وهو اختفى كذا فجأة، قال خلني أنزل يعني أشوف وضع ذا الإنسان الغريب من اللي يوقف هنا. نزل أبو المستقبل يشوف خوينا يتفحص، ما أدري هو موتر ولا لا، ما لقى. دخل المحطة المهجورة وليته ما دخل قاعد يدور خوينا، يدور منه قام يدور بالعافية ما أدري ليه، ترى ما راح إيش بيدخل هنا أصلا يعني اليوم أشوف أنه هو مختفي أسبن. فهو يدور جاءت لحظة إدراك متأخر، قال دقيقة ترى هذا ما هو إنسي، كيف هذا أخت؟ أنا دورت في كل مكان ما لقيت ما لقيتها. فيقول صاحب القصة أو أنا طبعا أبو المستقبل خوي، فيقول في المستقبل أنا ما لقيته، فقلت دريت إنك جني يعني سلام عليكم أو شيء، جني ما سلم عليه بس إنه تحاور مع إنه من طرف واحد المستمع الجني وهو اللي يتكلم، ما أدري سويت كلش بعد ما أدري وش. زبن خوينا ما أدري قال الكلام درى داري يلا السلام عليكم وزبن خوينا. يوم زبن شغل موتر وزبن يعني كم مرة قلت زبن 3 ولا 4 أفراح خوينا، وراح وصارت له المشكلة اللي ما كان يتمناها، وهو إنه موتر طفى طبعا في زاوية كذا مظلمة أنا خايف منها، فطفى موتره، وأثناء ما موتر طفى نزل إلا ويشم ريح ذا الدخون الزين. فقال خوينا يعني درى أن الجن ناوينه، يحسب أن ذاك ضجر عليه أنه يدوره وقال له، فقال والله إني آسف يا صديقي لا سامحني وخلني الله يرحم لي والدك.
قاعد شوي واشتغل موتر وراح الرجال راح في دربه مقفل، مشى الين ما صار مرة ثانية وطفى الموتر عليه. هذا كله في الليل طبعا. ففي يوم طفى لين متى الموتر يطفى، ففي يشوف له ضوء هناك وبيت شعر، قال خلنا اجيهم مرضي يلبسوا لي يكرموني. وبالفعل جاء لين عندهم وكرمهم وضيفوه وعلمهم سالفة الموتر وقالوا له أبد we will do this no problem you hear and they will go. أولا ايش رايكم بالترجمة الإنجليزية؟ يعني أنا فيلسوف، أنا ويليام شكسبير خوي طبعا، يعني إليته مسلم بس عشان يترحم عليه. فالرجال يعني قاعد عندهم صلحوا موتره قهوه، قال بيض الله يهديكم السلام عليكم. بعده هو راح في طريقه وقعد في شروره شهرين وتوظف وعين من الله خير. كان يعني دخل عليها رمضان، قال أنا ليش ما أروح عند أهلي أقعد عندهم واستانس عندهم. بالفعل وافق الرجال بينه وبين نفسه وبيني، يعني احنا الثلاثة ما أدري احنا ثلاثة استغفر الله ولا لا استغفر الله. فقرر الرجال إنه يرجع لصبايا ما أدري صبايا هذه المنطقة حقته، وإحنا ما هو راجع يعني مشى بالموتر شوي وتذكر بيت الشعر أخويا اللي كانوا ساعدوه، قال أنا خلني أرجع أشكرهم وأقول يا الله يهديكم وجزاكم الله خير. في يوم جاء يدور بيت الشعر ما لقى شخص يعني راعي وأتوقع أنه سوداني فقال وين الناس اللي كانوا يعني كان عندهم بيت شعر هنا؟ قال زول يا ولد أنت صاحي ترى ما في ناس هنا، ما في إلا أنا الحان. شوف الرجال إلا والله استغفر الله يعني طعوش وتراب ما تشوف آخر شهادة حق الأذان. يعني أنا بروح أصلي بس أتمنى أخلص ذي بسرعة. بالفعل يعني انصدم خوينا وقال الشخص الطيب الزول يلا السلام عليكم وراح عند ديرته وقال والله ما عاد طب لا شروره ولا طريق هذا السكران. ولما راح قاعد يستراح في علم راح يستراح بلسان، قال شو ذيك شروره ترى كلها أجل الله يرحم والديك. أنا أكيد قبلته يمكن ما سوداني، يعني أتوقع كلهم من إلا الشخص السوداني لأنه طيب ما شاء الله عليه خلق كان راعي غنم. قال والله ما أدري شروره واستقال من دوامه ورجع إلى دولته منطقته صبية ما شو اسمها ذي. في الرجاء صارت حالته مستقرة. وبس الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحافظوا على صلواتكم ومع السلامة.